السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتكلم اليوم في فيديو عن موضوع التفرقة في الحساسين الكبيرة. المرحلة الأولى، الذكر عند التحنية أو الوجه الأحمر. طبعا هذا ما شاء الله حسون عتيق قديم بالأفاس. لاحظ أن التحنية فوق العين تكون زيادة، بيقولوا شاطحة العين، بعد العين. وفي الأنثى، هذه الأنثى تكون قصيرة. التحنية هون اخواتي تكون قصيرة، اللي فوق العين بتكون قصيرة. يمتلك الذكر أما نحاول قدر الإمكان إنه ما نأسي على الطيور. يمتلك الذكر منقار طويل وضيق، والأنثى فتمتلك منقار قصير وعريض. لاحظوا أخواتي الفرق، منقارة قصير وعريض. موضوع الكتف كمان تميز، بيفرقوا بالكتف. لاحظوا أخواتي، هون الكتف يكون أسود، بيكون الصفار، منطقة الصفار هون، بسم الله الرحمن الرحيم، بيكون الصفار هون عريض. بالأنثى الصفار ضيق. لاحظوا أخواتي، طبعا الطيور في مرحلة غيار الريش أو تبديل الريش. وهون مكان الكتف أبرش عند الأنثى، هون أبرش عند الأنثى وأسود عند الذكر. وفي نقطة كثير مهمة، هو نحن بنسميه بسوريا أو بحمص مزبل الطير أو منتر الطير. في أيام التكاثر بيكون طويل، بيكون نابي. طبعا هلا ما في تكاثر لأنه مرحلة غيار الريش. وعند الأنثى بيكون المزبل ما له مزبل، بيكون راجع لورا مع باتجاه الذنب، ما في بيكون مسح. عند الذكر، بسم الله الرحمن، عند الذكر مرحلة التزاوج بيكون نابئ لقدام هيك، بتلاقيه مثل كأنه طالع لبرا. اخوات، هاي اهم الامور بين الذكر والانثى. بدي احكي بس لمحة بسيطة عن التفرقة بين الذكر الجديد والانثى الجديد والذكر الصيد البرية، يعني احنا بنسميه كبش جديد. اهم نقطة اخي، الارجل للذكر، الارجل في القديم، الحسون القديم بتكون بيضاء. لاحظ انه كأنها هذا قديم الطير. بالصيد الجديد، صيد براري، بيكون الاسود، بتكون الارجل سوداء. بعد مدة بالقفص بتنزل، بتقشر لانه ما بتعرض للشمس، بتقشر وبتصير بيضاء. واغلب الطيور بالغالبية العظمى وليس بالمجمل تكون لون التحنية برتقالية. تكون التحنية هذا الأحمر هون برتقالي. وتكون بالعصفور القديم، بالحسون القديم بالقفص بتكون التحنية برتقالية. بالحسون المسك جديد الملقوط بالبرية بتكون التحنية حمراء. بتمنى أن يكون الفيديو عجبكم. بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا إعجاب ليصلكم كل جديد. دمتم بخير أنتم وطيوركم، والسلام عليكم.